السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بيكم في قناتي. فلأول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة، اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليها باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة، وطبعا ما تنسيش انك تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعارات باي جديد هننزله. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا حلو قوي، هنعمل مع بعض فكرة غدا. هنعمل مع بعض البانيه سواء المشوي او المقلي، وهقول لك على تتبيلة كل واحدة منهم وازاي تحتفظي بكل واحدة منهم والتسوية الصحيحة ليهم. وعملنا مع بعض بقى الشيبس البيتي كده القمر ده، حافظي على صحة اولادك واعملي لهم اي حاجه في البيت، ما شاء الله حلو قوي. وطبعا بقى عملنا جنب الغدا بتاعنا كده طبقين سلطه وطبق مكرونه. فده كان غدانا كده في اليوم ده، وده هيكون الفيديو بتاعي معاكم النهارده. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف بقى الفيديو بتاعنا. فاول حاجه بقى كده هبدا بيها معاكم، انا عندي هنا كيلو من البانيه، طبعا بقى غسلاه ومظبطاه كده بقى في المحلول بتاعي وغسلته كويس قوي. هبدا بقى دلوقتي الكيلو ده هقسمه على نصين، يعني نص هعمله كده بتتبيله للشوي والنص التاني هعمله بتتبيله البانيه العادي اللي بنقليه بالبصمات والفيجيتار. فاول حاجه بقى ابدا معاكم كده، دي تتبيله البانيه المشوي، وان شاء الله المقادير هتلاقوها موجوده بالتفصيل في صندوق الوصف للنوعين الاثنين، بحيث انك لو عايزه تاخديها سكرينه. فانا بقى البهارات اللي ضفتها عندي هنا، ضفت ملح، كمون، كزبره، فلفل اسمر، بابريكا، بهارات فراخ، ورشه كده من السكر ورشه من الزعتر. اهم حاجه في البانيه المشوي ده رشه الزعتر دي، عايزه اقول لك بتنقله في حته تانية خالص. وعندي هنا برضو عصره نص ليمونه. طبعا بقى مقادير التوابل بالظبط هتلاقوها في صندوق الوصف، ادخلوا وشوفوها. بدات بقى ان انا نزلت بالتوابل بتاعتي كده، وبعدين هبدا بقى ان انا انزل عليها بعصره نص ليمونه. اهم حاجه يعني عصره نص الليمونه دي، عايزه اقول لكم بتفرق في طعمها قوي. في نفس الوقت برضو لو في ريحه زفاره في الفراخ بتاعتك، او مثلا المحلول بتاعك مثلا لسه سايب فيها ريحه زفاره، عايزه اقول لك الليمونه دي بتقضي على ريحه الزفاره تماما. عندي هنا بقى كوبايه من الحليب هستعملها الكيلو البانيه كله، فخدت نص الكوبايه على المقدار ده، ونص الكوبايه التاني هسيبه للمقدار التاني. فبدات بقى ان انا بعد ما ضفت التوابل كده ضفت عليهم عصره نص الليمونه، وبعدين نزلت بنص كوبايه حليب، وهبدا بقى اقلب كل الكلام ده مع بعضه لحد بقى التوابل بتاعتي يعني التوابل والحليب والكلام ده كله يمتزج مع بعضه كويس قوي. هبدا بقى انزل بالفراخ بتاعتي. انا بصراحه نقيت قطع الفراخ اللي شكلها مش كويس قوي، دي للشوي، واللي شكلها مثلا مظبوط وتقطيعتها تمام دي سبتها ان انا اقليها. فخلاص بقى قلبت بقى الفراخ بتاعتنا كده مع التتبيله، وبعدين حطيتها في علبه وركنتها على جنب كده على ما اعمل معاكم برضو التتبيله بقى بتاعه البانيه العادي اللي هو البانيه المقلي. فانا ضفت عندي هنا بقى دي بيضه، وبعدين ضفت التوابل بتاعتي برضو بابريكا، بهارات فراخ، ملح، فلفل اسمر، كمون على كزبره، رشه كده من السكر، وعصره نص ليمونه برضو. انا يعني هي نفس التوابل، بس اختلاف الزعتر انا بضيفه على البانيه المشوي وما بضيفوش يعني على البانيه اللي هو بنقليه عادي. وبدات بقى ان انا ضفت التوابل بتاعتي على البيضه، وهبدا بقى اضربهم مع بعض كويس قوي، وعصره نص ليمونه برضو، وضفت عندي نص كوبايه الحليب وحوالي معلقه كبيره كده من الخل، وهبدا بقى ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعضه. اهم حاجه ان قبل ما تضيفي الفراخ تلاقي ان التتبيله بتاعتك دي كلها امتزجت مع بعضها، ما يبقاش في فرق ما بين التوابل واللبن، لا خلاص كلها امتزجت مع بعضها كده. هبدا بقى ان انا انزل عليها بحوالي معلقتين كبار من الدقيق. عايز اقولك ان في البانيه المشوي ما بنضيفش دقيق ولا اي حاجه، لا البانيه المقلي يعني كل حاجه ولا طريقتها. البانيه المقلي لازم تضيفي له معلقه الدقيق ديت، البانيه المشوي لازم تضيفي له الزعتر، يعني كل حاجه ولها حاجه. فانا المقادير ان شاء الله بالتفصيل هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف عشان ما تلخبطوش نفسكم كتير. فادخلوا شوفوها. فانا هبدا بقى بعد ما قلبت كل الكلام ده مع بعضه بقى التوابل بالليمون بالخل باللبن بالدقيق، هبدا بقى بعد ما امتزجوا مع بعضهم نزلت بقى بالفراخ بتاعتنا، وهقلب كل الفراخ بقى كده لحد ما اتاكد ان الفراخ بتاعتي كلها اتغلفت بالتتبيله. اظن بقى لون التتبيله في الاتنين باين وقد ايه مختلف ده عن ده. انا بقى البانيه المشوي ده ببدا ان انا احتفظ بيه في الفريزر زي ما هو كده. طبعا بقى ضيفي في الاطباق مثلا او ضيفي في العلب بتاعتك على قد الوجبه بتاعتك، لان ما ينفعش تطلعيها تفك وتاخدي قطعتين وترجعي تعينيها تتجمد تاني، لا ما ينفعش. اهم حاجه بس الطبق اللي انت هتستعمليه تضيفي فيه المقدار المناسب ليكي في استعمالك. انما البانيه اللي هو المقلي انا دلوقتي هعمل الخلطه بتاعته. يعني انا سبته في التتبيله كده شويه، وبعدين هبدا ان انا اجهز الخلطه بتاعته، لاني بحب ان انا اشيله في الفريزر وهو يعني جاهز، يعني اللي هو اطلعه اقلي على طول. فانا التتبيله بتاعته او ال الكفر بتاعه بيكون عندي هنا في العلبه اللي عندي هنا دي، انا بكون ضايفه دقيق على نشا على بصومات على فيجيتار على كريسبي، يعني المقادير بتكون بالظبط مثلا كوبايه دقيق
نص كوبايه نشا، كوبايه من البقسماط، كوبايه من الفيجيتار، كوبايه من البقسماط اسفه الكريسبي، او اللي هو بتاع الناجتس. انا بضيف كل الكلام ده مع بعضه طبعا بقى بكميات كتيره، وببدا بقى ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعضه. واول ما باجي مثلا اعمل بانيه ولا حاجه بطلع زي ما انتم شايفين كده افضي واستعمل على طول. وطبعا بقى بتبهريه، بس تاخدي بالك طبعا لان الفيجيتار بيكون مبهر. مثلا البقسماط بتاعك لو مثلا تضيفي له شويه ملح الكلام ده، فانت تاخدي بالك بس ظبطي له من الملح كويس. وان شاء الله الكفر ده برده مقاديره هتلاقوها موجوده بالتفصيل في صندوق الوصف. اي حاجه في الفيديو هنا هتلاقوها في صندوق الوصف بحيث انكم لو تاخدوها سكرينه. فانا بقى ببدا ان انا اخرج الفراخ بتاعتي من التتبيله، وابدا ان انا انزل بيها في الخليط الدقيق والفيجيتار ده واغلفها كويس قوي. ابدا وانت بتضيفي عليها الخليط ده ابدا انك اضغطي عليها كويس عشان الكفر يمسك كويس في قطعه البانيه معاكي. ما شاء الله القطعه حجمها حلو قوي، انت ممكن تقطعي القطعه دي على 2، بس انا بصراحه حبيت اسيبها زي ما هي كده حجمها كويس. وزي ما قلت لكم انا نقيت القطع الحلوه سبتها في البانيه المقلي، والبانيه المشوي عادي سبت له القطع اللي هي بتكون مثلا بدأنا مثلا التقطيع مثلا ما كانتش تمام، قطع صغيره شويه. يعني انت بقى ظبطي انت على حسب رغبتك، لان طبعا طبق البانيه ما بيجيش معاكي يعني كله حجم واحد او كله تقطيعه واحده، لا. فانا بقى خلاص ظبطتهم كده. طبعا انا في الاول صحيح نسيت اقول لكم ان انا في الطبق ده انا حطيت فيه كده كيس من بلاستيك، وبعدين ببدا ان انا احط الفراخ في الكفر بتاعي واحطها على الكيس البلاستيك ده. واول ما اخلص اول طبقه ببدا ان انا اضيف كيس بلاستيك كمان واكمل بقيه الكميه اللي معايا واضيفها فوق. اهم حاجه ما تضيفيش الاثنين على بعض لانهم لما يتجمدوا وتيجي تخرجوهم من بعض هتلاقي الكفر لزق في بعضه وهيديكي نتيجه مش كويسه خالص. فاهم حاجه ان تحطي كيس ما بين الاثنين. وانا يعني بعملهم بالشكل ده وبدخلهم الفريزر يبداوا ان هم يجمدوا معايا، ووقت التسويه بطلعهم هم مجمدين على الزيت على طول. ما تسيبيش اي حاجه تفك، لا انا بطلعهم مجمدين كده من الفريزر انزلهم على الزيت على طول. فده بيسهل عليا لما بكون بعمل بانيه، يعني يا دوبك هتسلقي شويه مكرونه، هتعملي طبق رز جنبها ولا حاجه وتحمري الحتتين في السريع كده بيكون بينجز معاكي. فانا خلاص بقى خلصت كل الكميه كده زي ما انتم شايفين، هدخلها الفريزر تتجمد معايا. وهنيجي بقى دلوقتي نظبط الغدا بتاعنا بقى. زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي انا هشغل يعني اغلبيه عيون البوتاجاز كلها، هقف كده اعمل بقى خلص الاكل بتاعي واحده واحده. طبعا بقى الفيديو الحاجه باينه قدامكم، بس انا هبدا اخد معاكم بالتفصيل كده واحده واحده. اول حاجه هبدا معاكم كده في شرحها البانيه المشوي. طبعا انا جبت صينيه عندي سبتها تسخن كويس قوي، نزلت فيها بحوالي معلقتين كده من الزيت، ممكن تضيفي مكعب من الزبده كمان. وبدات بقى نزلت بالفراخ بتاعتي كده تاخد تشويحه وتاخد صدمه من ناحيه. ابدا اول ما تتشوح كده من ناحيه ابدا ان انا اقلبها على الناحيه التانية. وتاخدي بالك ما تتكوش عليها في استوى قوي عشان ما تبداش ان هي تنشف معاكي، لان طبعا تقطيعه البانيه بتكون رقيقه جدا. فاهم حاجه انت يا دوبك تقليبه من الجنب ده على الجنب التاني وتشويحتين كده تاخد لون معاكي، وابدا انك خرجيها على طول عشان ما تبداش تنشف معاكي. فانا دي بقى البانيه المشوي كده خلاص انا قلت لكم تفاصيله كلها. وتهدي عليه النار 5 كده لحد ما يستوي معاكي وبتبداي انك تخرجيه. تاني حاجه بقى هوصفها لكم في الفيديو هنا برضو، الطاسه اللي في النص دي انا كنت مقطعه بطاطس كده اعملها شيبسي. انا كنت عاملاها معاكم في فيديو قبل كده، وان شاء الله الفيديو هتلاقوه موجود تحت لو انتوا حابين تاخدوا الطريقه. فبدات بقى ان انا برضو كده حطيت الطاسه تبدا ان انا اضيف البطاطس بتاعتي، ابدا ان انا برضو اقليها. وهنا برضو البانيه بتاعنا بطلعه مجمد زي ما انتوا شايفين كده، انزل بيه في الزيت بتاعنا يبدا ان هو ياخد لون من الجنب ده، اقلبه على الجنب التاني. ما تتكيش عليه في السوا قوي عشان البانيه ما ينشفش منك، لان دايما البانيه بتكون تقطيعته رقيقه قوي، فلازم ما تتكيش عليه في السوا عشان ما ينشفش معاكي ويديكي نتيجه مش كويسه. فهقلي برضو البانيه. والحله بتاعتي دي بقى كنت بدات ظبطت فيها برضو الصلصه بتاعت المكرونه كده. نزلت بشويه زيت وعليهم الصلصه وملح وكمون وكزبره ورشه كده من البابريكا، وبنزل عليهم بنص كوبايه كده من الميه، وبسيب الكلام ده يغلى مع بعضه كويس قوي. وبعدين ببدا ان انا انزل بالمكرونه بتاعتنا واخدها تقليبه كده معاهم. كنت سالقه مكرونه اسباجيتي عادي، وببدا بقى ان انا اقلب المكرونه مع الصلصه كده. انا بقى شغلت كل العيون كده، بقيت واقفه يعني ايد في ده والايد في دي، بقلب دي ودي ودي بحيث ان انا لما اكون هعمل الغداء اطلعه كله مره واحده. ما شاء الله عايزه اقول لكم على ما البانيه اتقلى كان البانيه التاني خلاص شويته واتظبط، وكانت البطاطس بتاعتنا خلاص بدات ان هي تستوي وخرجتها. ويا دوبك بس المكرونه قلبتها في الاخر كده، اللي هو يعني اقلبها مع الصلصه وخلاص. هنا بقى البانيه بتاعنا المشوي خرجناه ما شاء الله واخد لون حلو قوي، التسويه بتاعته كويسه. وهنا برضو البانيه المقلي كنت خلصته وطلعت بقى البطاطس بتاعتنا برضو، وهبدا بقى ان انا اضيف عليها اي طعم كده تحبيه. يعني كيس بهارات ريلز ده ما شاء الله حلو قوي، النكهه بتاعته
بتاعته كويسه. انا كنت ضايف عليه نكهه كاتشب مديه نكهه حلوه قوي. يعني اللي هو ايه بقى، بدل ما نجيب شيبسي من بره وبنتي بتقعد تركز مع الشيبسي وما بترضاش تاكل، لا حتى لو ركزت مع ده معلش حاجه صحيه وانت عاملاها في البيت. فخلاص بقى كل الاكل بتاعنا كده جاهز. هبدا بقى دلوقتي ان انا يعني اضيف المكرونه بتاعتي، اخدها تقليبه كده مع الصلصه، وكده خلاص الاكل بتاعنا جاهز والدنيا بقت تمام معانا. هنبدا دلوقتي نغرف الاكل بتاعنا. الوقت برضو كنت مظبطه كده طبق من السلطه الخضراء. انا دايما المكرونه لازم نعمل جنبها سلطه خضراء كده. فهبدا بقى ان انا اظبط المكرونه بتاعتنا كده وبعدين نغرف الاكل معانا كده. ما شاء الله عايزه اقول لكم البانيه كان شكله حلو قوي، وقدمنا بقى الاكل بتاعنا كله سخن كده ما شاء الله. بدات بقى ان انا ضفت البانيه المقلي كده في طبق والمشوي في طبق، وبعدين بقى البطاطس بتاعتنا الشيبس دي زي ما قلت لكم بدات ان انا ضفت عليها كده طعم الكاتشب بس ضفتهم كده في بوله تانية. حسيت ان انا مش هقدر اقلب في الطبق كويس، حبيت بس ان انا احطهم في بوله اكبر كده بحيث ان انا اعرف اقلبهم كويس كده. ضفت عليها بقى اي طعم تحبيه، وبعدين بقى غرفت السلطه بتاعتنا والمكرونه وظبطنا غدانا بقى كده. انا عارفه ان انا رغيت كتير قوي قوي في الفيديو ده، انا مش متعوده ان الفيديوهات لما بتطول قوي ما بعرفش اتكلم فيها كتير، فاعذروني بقى لو في لخبطه في اي حاجه. خلاص بقى ظبطنا غدانا كده، وده كان غدانا في اليوم ده الحمد لله فضل ونعمه. ربنا يديمها علينا نعمه دايما يا رب ويحفظها من الزوال. البانيه المقلي بتاعنا ده بقى ما شاء الله حلو قوي. الميكس اللي بتعمليه ما بين الدقيق والنشا والبصمات والفيجيتار والكريسبي بيدي يعني كفر حلو قوي للبانيه بتاعك. والبانيه المشوي بتاعنا ما شاء الله واخد لون حلو قوي، والمكرونه بقى والشيبسي والسلطه، وده كان غدانا في اليوم ده الحمد لله. خلاص بقى لحد هنا كده خلص الفيديو بتاعي معاكم وخلص رغي معاكم النهارده. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه ولو بشيء بسيط. وطبعا لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وافكار جديده. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.